تدري بال 1899 تم اعتقال شجرة في باكستان والحد الآن محبوسة. تريد تعرف تهمتها شنو؟ ابقى وانا اقول لك. سمعنا قبل معاقبة حيوانات وحتى اعدامها، بس عملية القبض على شجرة هاي جديدة. لا مو بس هيك، كانت تهمتها مطاردة ضابط بريطاني. اي حبيبي، هاي القصة صارت في باكستان، تحديدا في مدينة بيشاور سنة 1899 ايام الاحتلال البريطاني. اكو ضابط بريطاني اسمه جيمس سكوبيد. هذا الضابط كان يشرب خمر، وبعد ما قندل الضابط باوع على الشجرة، شافها تتحرك واجت تركض عليه وطاردته، فأمر الجنود أن يعتقلوها ويقيدوها بسلاسل ويربطوها بالأرض مثل ما تشوف بالصورة. ومن ذاك التاريخ وإلى الآن الشجرة مقيدة وصارت معلم سياحي، وكتبوا عليها: ذات مساء ظن ضابط بريطاني سكران أنني أتحرك وأطارده، فأمر الضابط بالقبض علي، ومن ذلك الحين وإلى الآن أنا رهن الاعتقال. صارت معلم سياحي، وكل السياح اللي يجون يضحكون على هاي القصة، بس السكان المحليين يعتبرون هاي الشجرة رمز للقمع وللاحتلال البريطاني، واللي صار شيء طبيعي لأن كل محتل يخاف من خياله، لأن هو عبارة عن شيء خاطئ وبالمكان الخطأ. واليوم كان هنا أغرب عملية اعتقال بالتاريخ. أودعناكم.